يوم كنت في جلسة وفي بنت بتقول لي هو أنا ليه كل ما أسيب الشخص اللي بيأذيني برجع له تاني؟ برجع وأنا عارفة إن هو مش هتغير، بس أنا حاسة إن أنا مش قادرة أكمل من غيره. الحقيقة إن الكلام ده بيحصل مع ناس كتير، مش عشان هم ناس ضعيفة، لكن علشان خاطر بيكونوا لسه متعلقين بالأمل. أمل إن كل شيء هيتغير، وإن الشخص اللي أذاهم ممكن يتغير وحاله يتصلح معاهم، لكن الحقيقة ده عمره ما بيحصل. الحقيقة إن إحنا لما بنرجع للشخص اللي أذانا تاني، ده مش شرط إن ده يكون حب، ده بيكون تعلق دماغنا ربطت ما بين وجود الشخص ده وما بين الشعور بالأمان. شعور بالأمان مع شخص أذانا، ودماغنا إزاي بيربط ما بين شعورنا بالأمان مع حد أذانا قبل كده. أيوة ممكن، وده بيحصل لأننا بنكون خايفين من الوحدة، خايفين من مواجهة نفسنا، خايفين من مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده، متعودين على الوضع ده خلاص، مش عارفين نخرج منه. الرجوع مش دايما معناه حب، الرجوع معناه إن أنا ممكن أكون مستني نهاية مختلفة المرة دي للعلاقة، بس الشخص اللي وجعك عمره ما هيتغير فجأة ويبقى هو اللي هيطيبك، ده ما بيحصلش غير في الأفلام. الحقيقة إنك لما تكملي من غيره وتبتدي ترجعي لنفسك واحدة واحدة، وترجعي للراحة اللي كنت بتدوري عليها، الوجع هيروح تماما وهتبتدي تطيبي وتخفي من التعلق المؤلم. لازم يكون عندي خطوة وعي، أكون كده فايق لنفسي. المرة الجاية لما تيجي ترجعي له اسألي نفسك، هو أنا راجعه له ولا راجعه للوجع اللي أنا اتعودت عليه؟ لأن الفرق ما بين الوعي والتكرار هو قرار تاخديه بوعي مرة واحدة، تفكري إن أنا هختار نفسي المرة دي، مش هكرر أخطائي. اكتبي لي في التعليقات لو عندك تجربة مشابهة، واشتركي في القناة لو حبيتي يوصلك كل جديد.